السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل لكم وصفة للعكاوي، حاجة كده جامدة، طعم وقوام وريحة وظبط الظبط. طيب معايا هنا العكاوي، اهم حاجة تغسليها كويس، وانا غسلتها كويس وعصرت عليها نص ليمونة ودعكتها كده بقشر الليمون علشان اشيل منها اي زفارة. العكاوي من الحاجات اللي بتحتاج غسيل، مش زي اللحمة طبعا لانها بتبقى زفرة شوية، فانتي لو ظبطتي التركه دي وعملتيها بالنص ليمونه مش هتشمي للعكاوي اي زفاره، وهتعمل معاكي احلى طاجن عكاوي. دلوقتي انا نزلت هنا في حله بمعلقه زبده كبيره وشوحتها على الجنبين والحله تبقى سخنه، ونعمل لها صدمه. نزلت هنا معانا بالحبهان، التوابل بتاعتي بعد ما اخدت صدمه من الجنبين: حبهان، ورق لوري، وعود قرفه، وشويه فلفل اسود، وبس كده كفايه قوي علينا في التوابل دي. عود القرفة ده مع شوية الحبهان ورق اللوري ده هيودي طعم العكاوي في حتة تانية. الشوربة بتاعتها بتبقى جميلة جدا اللي هنسقي بيها الطاجن بتاعنا. نزلت معايا هنا بالخضروات. الخضار اللي انا نزلت بيه قبل ما انزل بالمية السخنة كانت 2 جزرة، 2 بصلاية، 2 عود كرفس، واحدة طماطماية، وفص ثوم. كل الكلام ده نزلت بيه، وبعدين نزلت بالميه السخنه اللي بتغلي. هسيبها تغلي كويس جدا جدا جدا، وبعدين اوطي عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. في حين ان العكاوي تتسلق وتستوي على نار هاديه، اعمل الطاجن بتاعي بقى اللي انا هغطس فيه العكاوي بتاعتي بقى، الخلطه الجامده اللي احنا هنعملها. اهم حاجه يكون بصل احمر، ده مبدئيا. قد ايه بصل؟ حطي كميه البصل اللي انت عايزاه وعلى قد كميه العكاوي بتاعتك. يعني مثلا هتعملي 2 كيلو عكاوي، حطي كيلو، كيلو ونص بصل. كل ما تزودي البصل كل ما يدي معاكي طاقه حلوه قوي، وخصوصا البصل الاحمر ده. نزلت بالبصل وشوحته بمعلقتين زيت الزيتون، وبعد كده هنزل بالجزر والبصل انا كنت مقطعاه جوليان، وبرده الجزر مقطعاه زي ما انت شايفه شرايح طوليه كده، متقطعه رفيع. وتقطيعه الخضار بتاعتي دي انا عاملاها كده ابوستو علشان الخضار بتاعي لما يتسبك ويستوى ولسه هيدخل الفرن طبعا مع العكاوي ما يدوبش وما احسش بطعم الخضار، يبقى لسه برضو كروكانتي كده ومقرمش وفيه قرشه حلوه، واحس بطعم كل حاجه في الخضار. احس بالفلفل واحس بالجزر واحس بكل حاجه وانا باكلها في الطاجن، ويبقى كده كل حاجه باين لها طعم حلو كده. نزلت كمان بفلفل الوان اصفر واحمر، ونزلت بالطماطم بتاعتي، وهشوح الكلام ده كله كده مع بعضه. يعني البصل الاول اخدت التشويحه بتاعتي لغايه ما بقت لونها شفاف، بعدين نزلت بالجزر شوحته شويه، بعدين نزلت بالفلفل الالوان احمر واصفر، وبعدين نزلت بالطماطم ومعلقه من الثوم المفروم. هشوح الكلام الجامد ده كله مع بعضه. والتوابل اللي انا هحطها هنا بسيطه خالص، ما فيهاش اي افتكاسات، زي ما انت شايفة كده: شوية الفلفل الاسود بتوعي ومعلقة من السبع بهارات، وبس كده. يعني حبة الفلفل الاسود دول، واكتر شوية الفلفل الاسود عشان احنا مش هنحط توابل كتيرة، ومعلقة من السبع بهارات، وبس كده. مش هحتاج توابل تاني. معلقة السبع بهارات زي معلقة الشاي، دي معلقة كبيرة فاخدت نص معلقة. هقلب الكلام الجامد ده بقى، تشمي بقى ريحة البهارات اللي احنا حطيناها مع الفلفل الاسود، والخضار بتاعي كده يتشمع مع بعضه مع فص الثوم او معلقة الثوم اللي نزلنا بيها. حاجة كده جامدة جدا. هنزل بعد كده بصلصة الطماطم، او ممكن تضربي طماطم في الخلاط وتنزلي بيها، او ممكن تعمليها بيوريه وتصفيها وتنزلي بيها. انا هنا هنزل بصلصة الطماطم بتاعتي. هملح الاول طبعا التمليحه المظبوطه بتاعتنا، نشوف كميه الخضار بتاعنا قد ايه ونحط الملح بتاعنا مظبوط. الشوربه بتاعتي قبل ما انزل عليها بالميه السخنه كنت حاطه ربع معلقه من السكر، وربع معلقه السكر بتساعد على تسويه العكاوي، لان العكاوي من الحاجات اللي بتاخد سوا شويه، مش زي اللحمه بتاخد سوا اكتر. لو عايزه تسويها في حله الضغط براحتك، بس كده على الهادي طبعا حاجه طبعا هتبقى لها طعم اكتر. على فكره الحاجه لو بتسويها بسرعه في حله الضغط جربيها، لو هتعمليها في حله عاديه على الهادي لها طعم مميز اكتر. انا عندي حله الضغط، بس انا يعني كان عندي وقت فاستخدمت الحله العاديه وعملتها على راحتها عشان يطلع معايا طاجن كده ايه متظبط. في الوقت ده نزلت كنت بصلصه الطماطم، حوالي كوبايه من صلصه الطماطم او الطماطم المضروبه يعني. وبعد كده نزلت بثلاث اربع مغرفات من شوربه العكاوي. طبعا الشوربه ما فيهاش اي ريحه زفار، ريحه روعه، ريحه الشوربه رهيبه. وعود القرنفل القرفه ده
عمل طعم جامد 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 مع العكاوي. زي ما انتوا شايفين طبعا المية قلت خالص او الشوربة قلت خالص، واستوت هنا 80%. هملح بقى الكلام بتاعي، انا قبل ما اطفي عليها هملح، علشان لو ملحت بدري هتمسك ومش هتستوى معايا كويس. فربع معلقة السكر مع شوية الحاجات اللي احنا عملناها في الاول، دول بيسووا العكاوي حلو جدا. كده استوت معايا 80%، لسه 20% تسوية هسويها في الفرن مع بقى الطاجن الجامد بتاعنا بقى، الخليط اللي احنا عملناه. دلوقتي انا هطلع هنا العكاوي كلها واحطها في طبق، والخلطه هي اللي معايا. انا معايا هنا قارب بايركس هحط فيه نص الخليط في البازة، وبعدين هنزل بالعكاوي بتاعتي ارصها جنب بعض كده فوق الخليط اللي احنا حطاه او فوق الخلطه اللي احنا عملناها، وبعدين هغطس عليه او هغرقه بقى واقفل عليه خالص ببقيه الخليط اللي احنا عاملينه او ببقيه الخلطه بتاعتنا. زي ما انتي شايفة هنزل كده بكمية العكاوي كلها، وهنا استوت 80%. كانت عايزة بس حاجة بسيطة مع السوجو، سبتها 20% مع السوجو علشان تاخد من الخلطة وتطعم كده جامد بالطاجن بتاعنا. وما ننساش ان احنا مزودين الخضار ده كله بشوربة العكاوي، فكده كده بقت الخليط او الخلطة اللي احنا عملناها غنية جدا بطعم العكاوي، لانها نزلت فيها كل الطعم في الشوربة. عشان كده قلتلك اهم حاجه تغسلي العكاوي كويس عشان تقدري تستخدمي الشوربه بتاعتها. لو فيها زفاره طبعا مش هتقدري تستخدميها، لكن زي ما احنا ما قلنا التركه بتاعت الليمون والحاجات اللي احنا عملناها والصدمه والبهارات والحاجات اللي نزلناها بتدي معاكي اجمد طعم للعكاوي، طعم وقوام وريحه وكل حاجه تمام مظبوطه بالشعره. زي ما انتي شايفة كده غطيت كل الوش العكاوي بالخضار بتاعي او بالخليط بتاعي، وهدخلها بقى الفرن. الاول هرش رشة شطة عشان انا بحبها سبايسي شوية، وهرش رشة فلفل اسود على وش الطاجن كده، وبعدين هغطيه وادخله الفرن. انا الطاجن بتاعي له غطا بايركس، لو انت بتاعك من غير غطا تقدري تغطيه بورقه زبده وبعدين بورقه فويل، علشان انا عايزاه يتغطى كويس جدا، عشان احنا هنسيبه نص ساعه كمان في الفرن، بحيث ان هو يغلي ويمتزج مع الخليط وياخد من الخلطه ويشرب منها ويشرب من الصوص. وبعد كده هنروح شايلين الغطا ونفتح عليه الشوايه 10 دقايق ربع ساعه كمان. زي ما قلتلك طاجن العكاوي بيحتاج بس تسوية، لكن في الاخر بتاكلي حاجة جامدة، والناس الاكيلة واللي بتحب العكاوي هتبقى فاهمة انا بتكلم في ايه. زي ما انت شايفة طالع الطاجن معانا جامد ازاي، حاجة كده طعم وقوام وريحة ولون وكل حاجة زي ما تحبي تقولي عليه تقولي عليه، حاجة كده جامدة، حاجة كده فاخر من الاخر. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى من دعوة حلوة من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. وبون ابيتي.